فيزا ايزي باي واحدة من أقوى بطاقات مسبقة الدفع في مصر واللي بيصدرها البريد المصري سواء بقى للمصريين أو للأجانب. تقدر تروح أي فرع بريد بتدور عليها أنت بقى وحظك، لو لقيتها في فرع البريد يا إما بتضطر تدور في فرع تاني لأنه الضغط عليها جامد جدا، فمش دايما بتبقى موجودة في الفروع. طلعها من أول عمر 16 سنة بصورتين بطاقة، وسعرها في الفترة الحالية بقى 120 جنيه. رسومها السنوية 60 جنيه متقسمة على 4 فترات، 31 مارس بيخصم منها 15 جنيه، وفي 30 يونيو، وفي 30 سبتمبر، وفي 31 ديسمبر. عشان كده لازم تكون سايب فيها فلوس عشان ما تتوقفش لو جاء وقت الخصم وما كانش فيها فلوس. اما بتستلمها من الموظف بتاخدها في ظرف، المفروض بقى ان انت بتروح للاي تي ام الخاصه بالبريد المصري اول مره وبتفعلها، يا اما الموظف يفعلها لك في المكنه البوينت اوف سيلز اللي قدامه. ما تقدرش تعمل ايداع فيها من فروع البريد اقل من 100 جنيه. مش كل الموظفين بيوافقوا، لو جاي تعمل ايداع ب 50 فانت عايز تعمل ايداع اعمل ب 100 فطالع. حدود التعامل الدولي بتاعها، وده شيء مميز فيها، ان هي حاليا مازال لها حدود في التعامل الدولي يوميا وشهريا 150 جنيه. يعني لو خلصت ال 150 جنيه دي او ما يعادلها باي عمله اجنبيه، فساعتها هتضطر تستنى الشهر اللي بعده. واحد هيقول لي دلوقتي 150 جنيه دي يعني 3 دولار في الفتره الحاليه، هيفيدوني في ايه؟ هم عاملينها خصيصا عشان ربط الباي بال، تقدر تربط وتفعل بيها الباي بال، لان معامله الربط بتحتاج اللي هي خصم مبلغ اللي هو الدولار واليورو ونص، فانت لازم يكون في معامله شراء فيها. طبعا لازم تكون باديه بالارقام اللي ظاهره قدامك دي عشان تتقبل في ربط الباي بال، يا اما لو باديه بالارقام اللي ظاهره قدامك مش هتقبل الربط بالباي بال، فحرام تكون ضربت المشوار على الفاضي. فلازم تتاكد من الموظف ان هي مطابقه للربط مع الباي بال. اقصى حد للايداع فيها يوميا هو 30,000 جنيه، واقصى حد للايداع فيها شهريا 100,000 جنيه. اما بالنسبه للسحب تقدر تسحب منها بحد يومي ما يعادل 10,000 جنيه. السحب من ماكينات البريد مجانا، والسحب من ماكينات البنوك التانية عمولة 7 جنيه للسحبة الواحدة و2.5 للاستعلام. بلاش تسحب من بنك ال HSBC لانه احيانا بيخصم الرصيد وما بتقدرش تسحب الفلوس، فبتحصل مشكلة والمعاملة بتتعلق. اما لو حبيت تسحب بقى من الشباك بتاع البريد نفسه، ففي عمولة سحب من الشباك 2 جنيه على كل سحبة، وتقدر تسحب المبلغ اللي انت عايزه، لكن حسب السيولة بقى المتوفرة في فرع البريد. تقدر تتعامل بيها على المواقع المحلية، يعني شغالة دولي 150 جنيه، لكن تقدر تشتغل عليها بقى على مواقع محلية بليمت يومي 35,000 جنيه، وبدون حد أقصى للليمت الشهري. يعني لو كل يوم عملت معاملة ب 35,000 جنيه مش هيجي يقول لك الليمت خلص، أنت ليك حد، فاضرب 35 في 30 تعرف الليمت بتاعها، لأن أقصى حد هيبقى معاك. التطبيق بتاعها مش دايما متوفر على البلاي ستور، فيعني ما تعتمدش قوي عليه لانه برضو التطبيق مش قوي قوي، ودي احد عيوبها. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.